أعزائي المشاهدين، في حلقة جديدة من موقع إخباري. معانا النهاردة الدكتورة بثينة كشك، بنرحب بيها. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد على الشعب المصري الأيام المباركة اللي احنا فيها بكل خير وسلام. دكتورة بثينة، إيه رأي حضرتك في اللي احنا سمعناه عن لغي المادة الدينية؟ شوف يا أستاذ أحمد، أنا سمعت زي المشاهدين إن في مقترح بلغي حصة التربية الدينية. هي صدمة بكل المقاييس. العكس هو المفروض يحصل في الظروف اللي البلد فيها دلوقتي. العكس هو المفروض يحصل، ان احنا نفعل حصة التربية الدينية، ويا ريت الغير مختصين يبعدوا عن الفتاوى بقى. بمعنى يعني انا لما بتكلم مع حضرتك دلوقتي، انا ما بتكلمش مع حضرتك دلوقتي على ان انا مسؤول في التربية والتعليم. انا بتكلم مع حضرتك كخبير تربوي حاصله على دبلومتين وماجستير ودكتوراه في اصول التربية. فبتكلم كخبير تربوي، كواحدة دارسة وفي نفس الوقت اشتغلت في الميدان، وفي نفس الوقت اندعكت في وسط الناس 34 سنة تربية وتعليم، فميدانية وأكاديمية. بتكلم من منطلق ان الوقت اللي البلد فيه محتاجة ان احنا نفعل تدعيم القيم الإنسانية عند الطلاب، نفعل حصة التربية الدينية. بمعنى ايه؟ ان النهاردة المدرس العربي هو اللي بيدرس حصة التربية الدينية مع جدوله. حصة الدين المسيحي أي مدرس مسيحي في تخصص أي مادة هو اللي بيدرسها. أني منطق ده؟ لا، أنا الأوان عشان نفعل حصة التربية الدينية. وأنا يمكن كنت ضمن فريق اقترح المقترحات دي لما كنت رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي في الوزارة لفترة. قلنا إن احنا نجيب رجال أزهر يدرسوا حصة التربية الدينية الإسلامية، ونجيب رجال الكنيسة يدرسوا حصة التربية الدينية المسيحية، علشان يبقوا بيتكلموا على أساس، على منطق صح، منطق الدين الوسطي سواء المسيحية أو الإسلامية، والولد يهتم بحصة التربية الدينية. وبعد كده أحط، لما أجيب أساس هنا، لما أجيب تخصص رجال أزهر هنا وتخصص رجال كنيسة هنا، أدخل التربية الدينية في المجموع، يقوم الطالب يهتم بدراسة التربية الدينية ويفهمها على أساس صحيح. ده علشان نمنع العنف ونمنع المعلومات المغلوطة اللي بتدخل للطلبة لحد بيوتهم ولحد مدارسهم. مش نلغي حصة التربية الدينية، أنا ضد لغي حصة التربية الدينية تمام. تقييم في المدارس، التقييم اللي هم تقييم الطلبة تقصد، اللي هي الامتحانات. نمرة 1، نغير أسلوب الامتحانات. وقبل ما نغير أسلوب الامتحانات نغير طرق التدريس اللي هي بتلقن وتحفظ الطلبة. ما احناش في عصر حفظ، وما احناش في عصر تلقين خالص. حتة ان الولد يقعد يحفظ مصطلحات ويسمعها، حتة الولد يحفظ السؤال بإجابته. ده المدرسين في البيوت بيودوا للولد الأسئلة بالإجابة ويقول له احفظ الإجابة النموذجية. ده ايه ده؟ أنا بربي ايه؟ بربي بغبغانات؟ لا. أولا المدرس يعرف ازاي يدرس الدرس للطالب بطريقة الفهم وليس الحفظ. ما فيش حاجة اسمها حفظ. ان هو يدي للطالب معلومة ويفهمها له ويقول له المعلومة دي جت منين ورايحة فين، ويربط بين المعلومات وبعضها، مش يحفظ. ده المدرسة بتدخل، ده انا فوجئت بمدرسين ماس بيحفظوا الولاد المسألة بحلها. كارثة. الاسلوب الحفظ ده اسلوب القضاء على عقليه الطالب المصري، ودي مؤامره بتتعمل من اكتر من 40 سنه، انهم ازاي يقضوا على عقليه الطالب المصري عشان ما يفكرش. لا، اولا نغير طريقه التدريس باسلوب الفهم، بعد كده نحط اسئله التقييم والتقويم للطالب باسلوب الفهم، وقبل ما احط له طريقه امتحان جديده ادربه عليها، ادرب المدرس وادرب الطالب. فآن الاوان ان احنا نغير اسلوب التدريس. المدرس جوه الفصل يدرس باسلوب الفهم وليس التلقين. ان احنا نغير ان مش كل كلمه في الكتاب لازم الولد يحفظها، لا، ده انا بديله ببلور له المعلومه والولد يبحث عن المعلومه عشان نربي باحثين وعلماء. وبعد كده احط له الاسلوب اقيمه بقى، مش على امتحان اخر السنه في ورقه تحريري. انا ضد ان الطالب يتقيم في نص ساعه بيقعد يكتب فيه. اقيمه على ادائه طول العام، اقيم شخصيته كلها بذكاءاته بمهاراته بمواهبه، مش بس نص ساعه يقعد يكتب فيها في ورقه واقول هو دي تقييم الطالب. لا، انا ضد حته ان الطالب يتقيم بامتحان بيمتحنه في ورقه اخر السنه. حريصة على تأصيل انتماء الطلاب إلى الوطن. طبعا هو ده اللي بينقصنا في مصر. حضرتك لو شفت طرق التعليم في كل بلاد العالم تلاقي كل بلد
بتبقى حريصة جدا ان هي تدعم انتماء الطلاب لبلدها، سواء بلغتهم سواء بثقافتهم. مصر دلوقتي اسلوب التعليم احنا مفتقدين ده، تمام؟ ان ما كناش نأصل انتماء الولاد للبلد زي ما بيحصل دلوقتي، هيهاجروا هجرة غير شرعية وهيسافروا بره، وهيجي واحد سوري ما يسواش 3 تعريفة يغسل دماغهم ويديهم افكار غلط عن بلادهم. ازاي؟ دي بطرق جديدة كتيرة جدا. اولا يعني على ابسط الفروض، ان انا كنت في الجيزة عاملة بروتوكول ما بين القوات المسلحة وما بين مدارس الجيزة. بيجي لواءات محترمين من القوات المسلحه بيحكوا تاريخ جيشنا وبيدوا معلومات صحيحه للطلاب عن الجيش المصري، وبيعرضوا انجازات للجيش المصري. الولاد ما كانش عندهم اي فكره عنها. يعني اللواء اسامه الجمال ربنا يصبحه بكل خير، لما قعد يشرح يعني ايه كلمه مصر، لما قعد يشرح ليه بنقول ان مصر ام الدنيا، مش بس شعارات، قعد يشرحها للطلاب. وقد ايه طلاب المرحله الثانويه كانوا متفاعلين معاه وانبسطوا جدا واسئلتهم هايله وهو بيرد عليهم بطريقه هايله. بدل ما احنا نتكلم في المدارس، ما عندناش ده في المدارس، فنجيب الناس المتاصلين من الجيش يقابلوا ولادنا جوه المدارس ويديهم ندوات ومناظرات. نجيب الناس من الشرطه يقابلوا ولادنا ويعرضوا انجازات الشرطه. احنا ودينا الولاد اكاديميه الشرطه، قعدوا يوم كامل يشوفوا ازاي ضباط الشرطه وطلاب الشرطه بيتدربوا. فننزل بالطلبه من المدارس، من الكتاب، من على المكتب، قعده المكتب اللي ملهاش لازمه، يعيشوا الواقع مع جيشنا، مع الشرطه، مع الانجازات الحقيقيه، ونخليهم يشوفوا ان الكلام اللي بيتغسل بيهم دماغهم والمعلومات المغلوطه اللي بتيجي على الانترنت غير صحيح. كان في مؤخرا حفلة لختام الأنشطة من الوزارة على مستوى الجمهورية، ويعني إعلاميا قيل عنها أنها فشلت يعني كده، رغم أن احنا كنا بنشوف حضرتك في الجيزة. يعني الحفلات دي كانت بتبقى على مستوى يعني أعلى في شوف يا أستاذ أحمد، لو أنت كقائد عوزت يعني عايز ترتقي بالمنظومة اللي انت فيها، هترتقي بانك تعيش فيها بمعنى حفلات الجيزة ما كانتش بتطلع كده هباء. انا كنت بحضر كل بروفا، وكل بروفا كنت يعني بقول لهم معلومة ويطبقوها، وادي رأيي ويطبقوه، وناخد رأي بعض ونشوف الموضوع مرة واثنين وثلاثة لحد ونشوف فقرات ونختار. انا كنت بحضر في اختيار الفقرات على اعلى مستوى. وهضرب لك مثل واحد، انا اول ما رحت الجيزه وكنت قلت لهم عايزين نعمل الليله المحمديه في المولد النبوي الشريف، فجاهزين تعالي يا دكتوره اتفرجي على البروفه. لقيتهم جايبين فرقه محمديه وطلبه منهم دخل الجامعه، مع احترامي للكل في البروفه. فما ارتضيتش، قلت لهم انا برفض. يعني ايه؟ قلت لهم انا عايزه ولادي قدامكم شهر، انا عايزه ولادي في الحضانه والابتدائي والثانوي يعملوا هم الليله المحمديه. وقد كان، وحضرت معاهم بروفا وجابوا، اتعملت ليله محمديه على اعلى مستوى متسجله والاعلام سجلها وموجوده عندي. رياض اطفال وابتدائي واعدادي وثانوي بينشدوا الاناشيد الدينيه للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ايه 7 طلاب من ابتدائي بيرقصوا اللي هي التنوره. وحضرتك اعتقد شفتها وسجلتها، حاجه على اعلى مستوى، طلعت من ولادي احسن 100 مره من الفرق الخاصه، وكنت منبهره بيهم ولحد النهارده بنبهر بيهم، وكل سنه بنجددوا فيها وانا موجوده. وهو ده لما تعيش الطلبه وتدربهم وتنمي مواهبهم بيدوا اعلى ما عندهم. فانت تهتم بالطالب وبمواهبه وتشترك معاه، هيديك اعلى حاجه. لكن انا ما استناش لاخر لحظه وبعدين اخلي الناس هي اللي تختار وبعدين تطلع الحفله مش حلوه. لا، عيش في الحفله قبل، كقائد قبل ما تتعمل الحفله تطلع على اعلى مستوى. احتويتي طلبه كانوا غير منتظمين في الدراسه واشتركوا في الليله المحمديه دي كده. والله انت فكرتني بموقف جميل. يعني اول بروفا لقيت 2 3 طلبه بيتخانقوا مع بعض على المسرح، ادائهم في، فسالت، قالوا لي دول انا هقول يعني من منطقه من بولاق واشقيه. فجبت بعد البروفا قعدت معاهم هم ال3 واحتويتهم احتواء جميل. قلت لهم انا ممكن اقول لكم امشوا ما تشتركوش، لكن انا مش هقول كده، هقول انا عايزه اشوفكم رجاله وتدوني احسن اداء. عايزه اقول لك
بعد قعده واتنين الطلبه دي لحد النهارده بيأدوا الليله المحمديه، ويومها انا يعني ميلت على معالي المحافظ ومعالي الوزير وقلت لهم الطلبه دي كذا كذا كذا. احلى اداء الدول. الولاد كان فيهم ولد شعره طويل كده قصه خالص، ولو تشوفوا بالجلابيه البيضاء والطاقيه البيضاء زي الملاك، وتفوقوا الثلاثه في العام ده لاول مره يتفوقوا في المدرسه. وده اللي انا بقوله لزمايلي، تفعيل الأنشطة وإشراك الطلبة اللي هم بيقولوا عليهم مشاغبين وعندهم عنف في الأنشطة التربوية، ودي الطالب قيمته، هو كمان هيديلك وهتبهر بالنتائج. لكن أنا لما أهمل الطالب العنيف أو أهمل الطالب المشاغب وأقول أصل ده ضعيف، ما هو هيطلع مواطن غير صالح وهيفضل ضعيف. لكن بالعكس، هم دول اللي أنا أخد بإيديهم، وهم دول اللي أنا أشركهم في الأنشطة، وهم دول اللي أنا أديهم نوع من الزعامة داخل المدرسة، هيدوك أفضل ما عندهم وشخصيتهم هتتغير تماما وهيبتدوا يرضوا عن المجتمع. لكن انت لما تجيب طالب عنيف وتبتدي انت كمان تعنفه، طب ما هيكرهك وهيكره المجتمع وهيدي أسوأ ما عنده للمجتمع. احتوي النوعيه دي من الطلاب قبل ما يبقوا قنبله موقوته بعد كده ضد المجتمع. عايزه وانا انا لحد النهارده بحب الطلبه دي، وعايزه اقول لك ان هم بيتصلوا بيا واتغيروا تماما. بيشيدوا بيكي جامد هناك في القليوبيه. الحمد لله الحمد لله. نفس الحكايه، عملنا حفله رائعه في القليوبيه وكونا فريق للمديريه، ونسبه النجاح في القليوبيه ارتفعت. ولما دخلت الجيزه نسبه النجاح ارتفعت بنسبه 30%. ده لاني انا وليعوذ بالله من كلمه انا، يمكن دراستي الاكاديميه مع الميدانيه بشترك في كل حاجه، بعيش في وسط الناس، ما بقعدش على مكتبي. انا ضد القعده على المكتب طول النهار، انا بشترك مع كل الناس، واي مكان كانت بتحصل فيه موقف كنت بروح بنفسي، وده معروف عني. في الحفلات بحضر بنفسي البروفات، مش مجرد وكيل وزاره قاعده بتتفرج على الحفله وتسقف، لا، بشترك مع الناس، بدرس كويس المكان اللي انا بقعد فيه، بشوف سلبياته ايه، وابتدي واشوف الفرص اللي قدامي في المكان، الحاجات الكويسه دي ايه، وابتدي اعالج السلبيات، وابتدي انتهز الفرص بما فيها رجال الاعمال، بما فيها المجتمع المحلي، لان ما فيش مؤسسه تعليميه ولا مؤسسه في مصر هتنهض بدون ما الناس كلهم يتفاعلوا معاها. والحقيقه اي مكان بروح فيه كنت بلاقي تجاوب كبير جدا من المجتمع ومن رجال الاعمال انهم يساعدوني ومن المثقفين. واعتقد ان ده الاسلوب اللي لازم يتبعه اي قائد في المكان اللي هو فيه. احنا يعني شايفين الناس لسه يعني متمسكه بحضرتك كتير جدا، وعلى تواصل معاكي وعلى التواصل الاجتماعي مع حضرتك كتير وكده. ففي حد يعني كان سالني سؤال ان انا يعني اساله لك كده، يعني هل انت حسيت ان انت اتظلمتي؟ اكيد مش انا اللي حسيت ان انا اتظلمت، هي الناس كلها، يكفيني ان انا ساكته والناس كلها بتقول بوسينه كشك اتظلمت. واعتقد ان ده في الوقت الحالي سبيل اي قائد ناجح. انا مش بشكر في نفسي، لكن انا بقول الجهات المسؤوله في الدوله ترجع للتقارير اللي كانت بتتكتب عني، سواء لما اشتغلت مدير عام اداره او اشتغلت مسؤول الجوده في القاهره وانا لسه بعد ما كنت مدرسه، ولا وكيل وزاره القليوبيه او رئيس اداره مركزيه للتعليم الاساسي او مدير مديريه وكيل وزاره في الجيزه. تقارير موجوده سواء تقارير امنيه او رقابيه. تمام، الحمد لله انا ببصم بالعشره اللي عنده اي تهمه ضدي يقولها، لان انا الحمد لله معروف ان انا كنت بدفع من جيبي. انا لحد النهارده في حاجات من جوه بيتي موجوده في مكتبي اللي في الجيزه اللي انا سبته، حاجات بجيبها من بيتي، اي مكان كنت بروحه انا اللي من جيبي كنت بصرف عليه، والناس كلها عارفه كده. ففي اي حد عنده اي تهمه ضدي يقولها، لكن هي كانت مؤامره خسيسه، مؤامره اطرافها معروفه، وانا بتكلم بمنتهى الثقه اهو، بقول اللي عنده اي حاجه ضدي يقولها، بدليل ان انا لحد النهارده مفيش اي ادانه ضدي، لكن هي مؤامره سخيفه لمصلحه اشخاص معينين. وبالتالي انا واثقه ان حقي هيجيلي، لان انا واثقه في الدوله وواثقه في رئيس الدوله اللي انا في يوم من الايام رحت عملت له توكيل علشان انتخبه كرئيس جمهوريه، توكيل في الشهر العقاري، خرجت الفجر يومها عشان اقف في شهر عقاري اعمل لسياده الرئيس توكيل، سواء في 30 يونيو او سواء في ضد العنف او سواء في الانتخابات. فانا واثقه ان انا حقي هيجيلي، ومعروف انا مين، وفخوره جدا بتاريخي، وفخوره جدا ان انا بنت التربيه والتعليم. ناس كتير قالوا لي انت ما طلعتيش في الاعلام ليه وهاجمتي يا دكتوره؟ لا، انا برضو دلوقتي مش بهاجم، انا بقول حقي ان انا طبعا مظلومه، لكن انا ما اقدرش اهاجم وزاره انا بنتها. انا مش جايه على الوزاره بالباراشوت، انا اشتغلت مدرسه ومدرسه اولى واخداها من الصفر، ومارست كل الوظائف لحد ما وصلت للي انا فيه.
وخدت شهاده الدكتوراه بتاعتي دكتوراه اصليه مش مزيفه ولا فخريه ولا مجرد دال، لا ده انا تعبت فيها جدا انا واساتذتي سواء في الماجستير او الدكتوراه، وخدتها في تخصصي اللي هو الاداره التعليميه والتخطيط الاستراتيجي التربوي اصول تربيه، يعني واخداها في تخصصي. فانا بالنسبه لي واثقه في طرق تفكيري، واثقه في نفسي، واثقه ان انا بريئه. اذا كان في ناس عملوا مؤامره اعتقد انهم خدوا جزائهم، وانا بحمد ربنا لان انا واقول حسبي الله ونعم الوكيل من قلبي. ففي ناس خدوا جزائهم من ضمن الاطراف اللي هم عملوا ضد هذه المؤامره، وحق ان شاء الله لو ربنا كاتبه لي هيرجع. انا من انسانه مؤمنه بربنا جدا جدا جدا، لو ربنا ما كانش كاتب لي اللي حصل ده انه يحصل لي ما كانش هيحصل. لو ربنا، وانا اكيد واثقه ان في ربنا بيعمل اللي فيه الخير، اكيد ربنا قاصد خير باللي حصل لي. وده دليل ان ربنا فاكرني، وانا سعيده جدا ان ربنا فاكرني، وواثقه ان شاء الله ان حقي هيرجع لي. رئيس الدوله هيرجعه لي، معالي الوزير هيرجعه لي، ربنا سبحانه وتعالى قبل الكل ان شاء الله اللي عايزه هيكون، واكيد ان شاء الله حقي هيرجع لي. بس حتى انا سعيده باللي انا فيه، لان انا بوسينه كشك بشهاداتي، بتفكيري، برؤيتي، بادائي. الكرسي ما بيعملش شخص، لكن الشخص هو اللي بيعمل الكرسي. الكراسي اللي بتعمل شخص اول ما رجل الكرسي بتقع هو بيقع من عليه، لكن الشخص اللي بيعمل الكرسي عمره ما بيقع. واعتقد ان انا الكرسي ما بيعملنيش. يعني كلنا بندعي ان الامتحانات تتم على خير، لان احنا يعني بنتمنى عدم الشوشره، بنتمنى عدم القلق، بنتمنى انهم بس يسيبوا الوزاره يعني تشتغل، او القيادات العليا في الوزاره من حقها ان احنا نديها الوقت ان هي تشتغل، علشان تشتغل وعشان تنفذ اللي في دماغها وعشان تنفذ رؤى صحيحه لاصلاح التعليم. لازم شويه جو هادي، لكن نلخم بقى القائد زي ما بيحصل معايا هنا وفي اي مكان بيروحوا. اول ما قائد يجي جديد يروحوا شاغلينك بمشاكل ملهاش اي لازمه، معبيين حواليك مشاكل اداريه تافهه علشان تتشغل عن الاساس بتاعك، انك تطور او تعالج او تمنع الفساد او تنظف المكان اللي انت فيه. لا، هم مش عايزين ده. يا اما يلخموك ببوسطه وتبقى بوسطجي، يا اما يلخموك بمشاكل تافهه من هنا وهناك عشان تتشغل فيها، يا اما المهم ان للاسف دي طريقه بيعملها بعض المستفيدين او الفاسدين ضد اي قائد يجي يقعد في المكان، يشغلوه بمشاكل تافهه من حواليه علشان ما يفضاش ينفذ اللي في دماغه. لكن اعتقد، فانا بقول للناس يعني لو انتوا عايزين اصلاح مصر سيبوا الناس تعالج فعلا التعليم في مصر بجد، مش كلام ومش شو اعلامي. في نهايه حلقتنا بنشكر